السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. ارحب بيكم كلكم وبشكركم جدا على تفاعلكم مع الرسائل الاخيرة، وبجد شكرا ليكم على كل تعليقاتكم وتفاعلكم مع الرسائل، وبشكركم على اللايك والشير. ويا ريت المتابعين الجداد برحب بيكم طبعا، ونورتوا القناة ونورتوا اسرتنا الصغيرة اللي هتكبر بيكم. ويا ريت تتفاعلوا معانا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة. وطبعا يا ريت تكتبوا في التعليقات آرائكم ايه في الرسائل بتاعتنا، وما تنسوش اللايك والشير علشان بجد القناة محتاجة دعمكم. ولو حابين تتواصلوا معايا على الواتساب من خلال الرقم متوضح في وصف القناة أو المنتدى. ونيجي بقى لرسالة النهاردة، هي رسالة من حبيب لحبيبته، عايز يطلب منها طلب، فبعت لها رسالة. هو بيحبها وبيخاف عليها ومستنيها، هي فتاة أحلامه وفيها كل الصفات، لكن مع الأسف هو بيمر بظروف مش كويسة. الظروف دي مخلياه نفسيته مش أحسن حاجة. فقرر إن هو يبعد شوية صغيرة علشان يرتب أفكاره ويرتب أموره ويعرف بعد كده هو عايز ايه بالظبط، ويجي يكلم حبيبته علشان ما يحطهاش في موقف مش كويس. يلا بينا نسمع الرسالة. الرسالة على لسان الحبيب، بيقول لحبيبته: وحشتيني وحشتيني، وانا عارف ان انا السبب في البعد ده، لكن صدقيني بعدي ده غصب عني، وهو لمصلحتك ولمصلحتي. اكيد انتي فاهمة ومقدرة ظروفي، وعارفة كويس قوي ان البعد زي ما هو صعب عليكي صعب عليا انا كمان. انا طبعا مش متعود ان انا افضل فترة كبيرة من غير ما اشوفك، ومش متعود ان انا اقطع اتصالاتي بيكي واعتزل كده من غير ما اعرف عنك حاجة، ولا اعرف ايه اخبارك، ولا بتعملي ايه في يومك. بس انا شايف ان ده الانسب ليا وليكي في الوقت الحالي، علشان الظرف اللي انا بمر بيه واللي مش عايز اشيلك همه. انا عارف ان انتي انسانة مرحة وكلك طاقة ايجابية، وبجد انا الايام دي بمر بظروف نفسية وحشة، وعندي حاجات كتير قوي مخلياني شخص الى حد ما كئيب. فمش عايز اتعامل معاكي وانا في الحالة دي، علشان ما بقاش رخم، ما احسش ان انا حمل عليكي واديكي طاقة وحشة واديكي تقل في التعامل. فشايف ان الافضل لينا احنا الاتنين اني ابعد حبة، احاول ارتب فيها افكاري واشوف ايه اللي المفروض اعمله، وبعدين ارجع ونتكلم، وانتي كمان تكوني خدتي وديتي مع نفسك في اخر حاجة اتكلمنا فيها قبل كده. طبعا انتي فاكرة ان انا قلتلك ان انا نفسي قوي اكون معاكي النهاردة قبل بكرة، لكن طبعا انتي مش غريبة وشايفة بعينك الوضع عامل ازاي. فانا نفسي اكون معاكي، بس فعلا وضعي دلوقتي ما بيسمحش بده. ظروفي المادية زي ما انتي عارفة مش عارف احسنها، حاولت اكتر من مرة واكتر من طريقة وجربت اكتر من باب، لكن ربنا لسه ما أردش. ربنا ما أردش ان انا الاقي الطريق اللي يخليني اعرف احقق طموحي، يخلي وضعي المادي احسن، اكون مستقر اكتر. فبجد ده كمان مؤثر عليا، زائد ان انا عندي مشاكل في الشغل، وانا اساسا مش حابب الشغل ده. فتخيلي انا مش حابب الشغل وبيحصل لي مشاكل فيه تزود كرهي للشغل اكتر، فعامل زي اللي بيشيل رمل على ظهره وهو مش قادر يتحرك خطوة واحدة. فالموضوع مخليني عندي ضغط نفسي رهيب، وفي نفس الوقت مش عايز انقلك الطاقة دي. انا بحبك قوي، وانتي عارفة ان انتي اغلى حد عندي، وبجد انتي حلمي الوحيد اللي نفسي يتحقق، وبدعي ربنا طول الوقت ان يقدرني على ان اسعدك، ويقدرني ان انا يكون لي دخل اكتر من اللي معايا، واقدر اعمل بيت اللي احنا حلمنا بيه سوا. نفسي بجد احقق كل احلامي، وتكوني معايا وانا بحقق كل احلامي دي، بس مش عارف ده هيحصل ازاي. انا كنت عرضت عليكي فكرة، بس مش عارف انتي موقفك من الفكرة دي ايه، لان انا عارف ان انتي يعني بتحبي الرفاهية الزايدة، بتحبي ان انتي تكوني طول الوقت
في احسن صورة، تحبي تصدري للناس كلها انك عايشة حياة الأثرياء. وانا مع الأسف في الفترة الحالية مش هعرف اعيشك الحياة دي. فمش عارف هل انتي عندك استعداد تقفي معايا الفترة دي وتتحملي الظروف اللي انا فيها، ونبتدي مع بعض من الصفر، وتستني لما نكبر حبة حبة مع بعض. وصدقيني اكيد انا عندي ثقة ويقين بالله كبير قوي ان ظروفي قدام هتتحسن، واكيد لما ظروفي تتحسن هفتكر لك كل حاجة حلوة عملتيها معايا، وهفتكر لك دعمك ومساعدتك ليا ومساندتك ليا، وانك انتي ما تخليتيش عني. لكن اكيد لو انتي معايا الطريق الطويل هيقصر، والمشوار مش هحس بصعوبته، لانك انتي هتكوني جنبي بتهوني عليا كل حاجة زي ما انا متعود عليكي طول الوقت. فياريت توافقي على اقتراحي وتطمنيني، لان وقتها اكيد نفسيتي هتتحسن. انا كنت قلتلك ياريت لو ترضي ان انا اجي وفتح اهلك ان احنا نتجوز دلوقتي، بس ما يستنوش مني طلبات او ما يحطوش يعني توقعات عالية ان انا هقدر البي الحاجات اللي هم عايزينها من جهة العفش وشكل الفرح والبيت والكلام ده كله. انا مش بقول ان انا مش هتجوزك من غير فرح، مش هقول ان انا مش عايز اعملك بيت، بس مش هيكون بالشكل اللي انتي متخيلاه او اللي هم عايزينه. يعني انا دلوقتي في مقدرتي ان انا اعملك بيت صغير، فرح بسيط يفرحنا ويحضر فيه عيلتك وعيلتي. مش لازم يكون فرح كبير في مكان كبير، اهم شيء ان احنا نكون مع بعض ونكون سعداء. وتساعديني، انا مش عايز منك اي مساعدة مادية خالص، انا كل اللي محتاجه منك دعم معنوي، محتاج منك انك تكوني جنبي وتسانديني، تحسسيني انك كتفك في كتفي. فمش عارف، كوني انا خايف ومش واثق في اختيارك ده مخليني في حالة مش كويسة ابدا. انا بحبك جدا، بحبك فوق ما تتخيلي، ومهما بعدت عنك عمري ابدا ما هنساكي، وانتي مهما لفيتي ومهما دورتي عمرك ما هتلاقي شخص يديكي المشاعر اللي عندي، عمرك ما هتلاقي شخص يحبك قد ما انا بحبك، ولا يخاف عليكي قد ما انا ما بخاف عليكي. بس مع الاسف ظروفي مش مساعداني ان انا اخليكي الانسانة السعيدة جدا اللي عايشة حياتها في احسن شكل واحسن صورة. بس انا شايف ان ده حال كتير من الشباب دلوقتي، واكيد انتي عارفاني وعارفة شخصيتي وعارفة مش ان انا مش الشخص اللي هو كسول وتعبان ورافض الشغل والكلام ده كله، بدليل ان انا مستمر في شغل انا مش حابه وشايف ان هو اقل من امكانياتي وبيخنق طموحي، لكن مستمر فيه عشان عارف ان انا عندي التزامات وورايا مسؤوليات وما ينفعش ان انا اقعد من غير شغل. وفي نفس الوقت بسعى في اكتر من حاجة تاني، بسعى ان يكون لي مشروعي الخاص، بسعى ان احقق الاستقلال المادي اللي يخليني عارف ابتدي حياتي معاكي صح. فعشان كده عندي امل ان انتي توافقي، وفي نفس الوقت خايف من صدمة الرفض. لو انتي قلتيلي لا انا مش هقدر اتجوزك دلوقتي، مش هقدر اكون معاك دلوقتي لان انا حاطة شروط معينة لحياتي، شايفة ان لازم الناس يشوفوني بشكل معين ما ينفعش اقل عنه. انا عارف ان طبعا ده من حقك انك تعيشي شكل حياة انتي بتحبيه وبتفضليه، لكن برضو شايف ان انا من حقي ان انا اعيش معاكي. ان انا وانتي نعيش لذة ان احنا بنبتدي حياتنا مع بعض، ان احنا بنبني مستقبلنا سوا. عارفة ان ده هيكون ليه طعم مختلف تماما، ان احنا لما نلاقي نجاحنا سوا وبنكبر واحدة واحدة مع بعض، ده هيكون ليه تأثير كبير قوي في علاقتنا. هيخلي علاقتنا تقوى ويبقى حبنا اكبر، وهنحس بقيمة الحاجة اللي احنا حققناها. انا عارف ان اهلك مستواهم المادي كويس وانتي عيشة مرفهة، بس صدقيني لما انتي تتعبي بنفسك وتحققي نجاحك بنفسك وتكسبي فلوس انتي اللي عاملاها، بيكون ليها طعم مختلف تماما عن الفلوس الجاهزة اللي بتاخديها من اهلك. ولما تشوفيني وتساعديني وتقفي جنبي لحد ما نحقق حلمنا ونعمل مستقبلنا سوا،
هيكون ليه طعم مختلف تماما، وهيكون ليه كده طعم جميل قوي واحنا بنحكي اللي احنا عملناه وتعبنا فيه ده لولادنا ان شاء الله. فانا نفسي توافقيني ان احنا نبتدي صغيرين ونكبر مع بعض، وفي نفس الوقت خايف من رفضك. عشان كده اخترت ان انا ابعد الفترة دي، عشان اسيبك براحتك تفكري وتقرري هتعملي ايه. هل هتبقي معايا دلوقتي ونبتدي مع بعض ونكبر واحدة واحدة، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير وهيساعدنا لان احنا نيتنا خير، ولا هتقرري ان احنا نستنى لحد ما ظروفي تتحسن والله اعلم ده هيحصل في قد ايه؟ ووقتها انا مش عارف اصلا هتستنيني لحد ما اتحسن والدنيا تبقى تمام، ولا هتقولي لي معلش اسفه لحد كده وهشوف مصلحتي مع حد تاني. وقتها انا مش هقدر الومك، بس اعرفي ان لو ده حصل انا عمري ما هنساكي ابدا، وهتفضلي ليكي مكانة عندي كبيرة قوي، ومهما روحتي ولفيتي هترجعي وتلاقيني زي ما انا مستني اشوفك، مستني اطمن عليكي، مستني تطلبي مني اي خدمة او اي مساعدة وانا اقدمها لك عن رضا وطيب خاطر. تأكدي ان عمري ما هزعل منك، وعمر شعوري ما هيتغير ناحيتك، لان انا حاطط نفسي مكانك، وعارف انك انتي ممكن تختاري انك انتي تفضلي حياتك اللي انتي عايشاها على انك تضحي بكل الحاجات دي وتبقي معايا دلوقتي. وساعتها مش هقدر الومك لانك اخدتي على كده، وصعب قوي ان انتي تتنازلي عن اللي انتي فيه علشان حاجة لسه مجهولة ومش معروف ملامحها هتبقى عاملة ازاي في المستقبل. فهيبقى كرم منك قوي لو قبلتي انك تبقي معايا دلوقتي. ولو رفضتي انك تبقي معايا دلوقتي بس وافقتي ان احنا هنكمل مع بعض وهتستنيني لحد ما ظروفي تتحسن ونبقى سوا، هكون سعيد برضو. ولو قلتي لا، لا ده ولا ده وانا هشوف حياتي بعيد عنك، تأكدي ان انا هتمنى لك التوفيق من كل قلبي، لان اللي بيحب عمره ما بيعرف يكره. وهفضل احبك لاخر يوم في عمري، وعمرك ابدا ما هتروحي من بالي ولا من قلبي، لانك انتي واخده مكانه في قلبي محدش خدها قبلك، ولا يمكن اي حد بعد كده مهما كانت جميله او ليها مواصفات فريده ومتميزه تقدر تحتل المكانه اللي انتي احتلتيها في قلبي. انتي طول عمرك كنتي وما زلتي حلمي الكبير اللي هفضل احلم ان انا اقدر احققه في يوم من الايام. عشان كده فضلت البعد، فضلت اسيبك من غير ما اضغط عليكي تفكري وتاخدي وتدي مع نفسك، وتحاولي تقلبي الموضوع بكل زواياه وتشوفي هتعملي ايه. وتأكدي ايا كان قرارك انا هكون راضي وهكون سعيد مادام انتي هتكوني سعيدة، لاني بحبك قوي. كده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من قلب حبيب بيحب حبيبته، لكن واضح جدا ان عنده مشاكل مادية صعبة حبتين، شبه كتير من شباب الفترة دي، لكن برضو اللي واضح ان هو شخص مكافح وبيحاول يبني نفسه، وواضح وصريح قوي مع نفسه، وعارف ان الموضوع مش سهل ومش هيجي في يوم وليلة. علشان كده مش عايز يلعب بقلب حبيبته ولا عايز يضيع عمرها معاه، وكان واضح وصريح في طلبه. هل هي هتقبل تبقى معاه على الوضع اللي هو فيه ده، ولا هتستناه، ولا هتبعد عنه خالص وتشوف حياتها مع حد تاني؟ طبعا هو الاختيار اللي هو حطه قدامها يبان ان هو سهل وان هو كده حد سايبها تختار حياتها براحتها وبكل حرية، لكن فعلا الموضوع صعب جدا. صعب انك انت تختار ما بين انك تبعد عن حبيبك اللي طول الوقت بيحلم ان انتوا تبقوا سوا وتبقوا كيان واحد، ولا ان انت تبعد عن حياتك اللي اتعودت عليها طول عمرك من ساعة ما اتولدت. هو طبعا اللي بيحب ممكن يضحي بحاجات كتير، بس برضو كل انسان وليه طاقة وقدرات معينة وبتختلف من فرد للتاني.
فممكن اختياري يكون غير اختيارك، غير اختيار حد تاني. وما ينفعش نعمم اختياراتنا ونقول ان هي اللي صح بس، واختيارات غير ان هي اللي غلط. كل واحد بيختار بناء على قناعاته وعلى مبادئه وعلى اللي يناسبه، واللي يناسبنا مش شرط يناسب غيرنا. احنا ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا حسن البصيرة، وان احنا نعرف نختار اللي في مصلحتنا واللي ينور طريقنا. ويا رب كده يرزق كل الأحبة بالخير والبركة، ويهدي الحبيبة للطريق الصواب ليها ولحبيبها. دلوقتي اقول لكم سلام عليكم، استنوني مع رسالة حب جديدة.